مساء الفل على جمهور التشكيلة. بقالي فترة بعيد، وعكة صحية كده كانت جامدة جدا جدا، بس ممكن يكون أثرها برضو النادي الأهلي. النادي الأهلي أنا مش فاهم النادي الأهلي بيعمل إيه. يعني النادي الأهلي يعني الصرف زاد، والدنيا بقت تعاقدات في تعاقدات في تعاقدات، إنما في الأخير مش شايف أي تقدم. النادي الاهلي زيه زي اي فريق في الجدول عادي. النادي الاهلي مش والنادي الاهلي هو امام عاشور، ولا النادي الاهلي من غير امام عاشور ما يساويش؟ ما هي قصه. طب امام عاشور دلوقتي يعني خلاص، انا بعتبر ان اللي عمله دوت ان هو اعلن العصيان، وبيستخدم نفس الطريقه اللي استخدمها وسام ابو علي، اللي هو يعني انا وراكم لغايه ما انتوا اللي تقولوا لي بالسلامه بالعقد اللي هجيبه وخلاص. وهي الجماهير كده ولا كده اعلنت حاله الغضب، واعلنت ان خلاص باي باي عاشور. فخلاص احنا دلوقتي نعتبر نفسينا من غير امام عاشور. طيب، هل الصفقات اللي النادي الاهلي ابرمها قد ال تقدر ان هي تغطي وسام ابو علي وتغطي امام عاشور؟ ما الاثنين دول هم اللي عملوا واحدثوا الفارق في النادي الاهلي. يعني من غير الاثنين دول احنا ما شفناش حاجه كويسه في النادي الاهلي. وسام ابو علي دخل حط بصمته في موسم، في نص موسم عمل بصمه. امام عاشور دخل عمل حاله. يعني هو تقريبا نقدر نقول ان نص مجهود النادي الاهلي بيساوي امام عاشور. نص الحاله البدنيه للمنتخب المصري هو امام عاشور. فاصبح امام عاشور حاله داخل مصر. طيب، هل هو بقى امام عاشور نفس اللي حصل في النادي الزمالك؟ كان امام عاشور بياخد كام وزيزو بياخد كام؟ فمن هنا بدأت الغيرة، وابتدى ان هو يبص ان ازاي انا بالمهارة بتاعتي وبالفارق اللي بعمله في الماتشات ان انا استحق اكتر من زيزو بمراحل. شايف السيناريو بيتكرر تاني في النادي الاهلي، بدخول امام عاشور بعقد معين، ودخل زيزو بعقد قده 3 4 مرات. هل هو برضو بص نفس البصة اللي بصها وهو في النادي الزمالك؟ طيب، احنا دلوقتي اعلنا حالة الغضب خلاص على امام عاشور، وهنشتغل من غير امام عاشور. طيب، انا مش شايف حد قادر يسد مكانه. هتحط مين مكانه؟ هل هتحط بن رمضان؟ على فكرة بن رمضان كويس جدا وممكن يشيل الحتة دي، بس هو انا اللي انا اعرفه ان بن رمضان عنده مشاكل شخصية في حياته الشخصية، والمشاكل دي برضو عاملة أزمة في مسيرته مع النادي الأهلي لغاية دلوقتي. أنا مش فاهم الحالة اللي كان فيها بن رمضان قبل ما يجي النادي الأهلي، مش هو ده بن رمضان اللي احنا بندور عليه. طيب، ديانج انت هتعمل ايه مع ديانج؟ هتسيب ديانج ولا هتمشي ديانج؟ امبارح احنا امام ماتش البنك الاهلي. على فكره بحب ماتشات الاهلي والبنك الاهلي، الاهلي وسيراميكا. بتحس ان انت داخل في جو اوروبي بجد والله. معرفش البنك الاهلي ده عايز مننا ايه. الرمادي في اي حته بيمسكها بيولع الدنيا بصراحه. لا، عملوا ماتش امبارح، فرضوا السيطره وفرضوا الاداء. النادي الاهلي كان تايه، ما فيش افكار، ما فيش ربط بين الخطوط، ما فيش اللعيبه اللي تدخل تخلص. الوحيد اللي فعلا ظهر وبان في الماتش بتاع امبارح دوت انا شايف ان تريزيجيه كان مجهوده باين جدا وباكتر من كوره. حتى الكوره اللي اداها واسمه ايه الفيرود الجديد اسمه ايه؟
اسمه ايه؟ كمويش. كمويش. يا كمويش ده انت لو عندك 60 سنه وجات لك الكوره اللي اداها لك تريزيجيه دي هي جول. هو بيبان برضو شبه عليه في الزمان. ايه؟ شبه عليه في الزمان. هو شبه الولا شيكوبانز، عامل زيه كده. اعرفش انتوا مسخين ولا جايبينه منين. طب على الاقل شيكوبانز انجولي برتغالي. انجولي برتغالي، والله ما يدي صومالي تنزاني حتى. مش شايف. والله ما شايف له حاجه. الولا مديله كوره، خد حط جون في الشبلحات. طلع. لا الاهلي يا جماعه، لا الوضع ما يطمنش، الدنيا مش حلوه. لو انت خلاص استقريت ان انت هتمشي امام عاشور ومشيت امام عاشور، ويا جماعه نخلينا ان احنا حاليا من غير امام عاشور، حط لي بقى ايه، اربط لي كده ال الهجوم بتاعك هيمشي ازاي. يعني ممكن تحط لي مروان عطيه، تحط لي قدامه بن رمضان. وبن رمضان خلي بالك لو مسك فورمه وطلع من الحاله النفسيه اللي هو فيه دي، لا هيفرق كتير. وحط لي قدامه بن شرقي، يعني بدل ما تحط بن شرقي ناحيه محمد هاني، لا حطه بقى قدامه، وحط زيزو هناك، تمام، وحط لي تريزيجيه هنا، تمام، وحط مروان اوتاكا هجوم. المظهر العام كده الاهلي هيبقى خطير. متهيالي دي احسن توليفه يقدر يشتغل عليها النادي الاهلي. لازال برضو خط ظهر النادي الاهلي مكشوف، يعني بيتضرب. لغز محير جدا 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 في فردة ايد الشناوي. انا من محبين وعاشقين الشناوي، انما فعلا هي ليه هو انا عارف اللي بيلعبوا كمال اجسام وبتاع وكلام من ده، ايديهم ما بتتفردش ولا ايديهم بتتنى، بس يعني افرد يا عم. افرد ايدك، اقسم بالله على الاقل لو فردت ايدك بكامل ايدك كده ودخلت جول نقوله عمل اللي عليه. انما انت حرام عليك. يا اما بقى ادي فرصه بقى للشوبير، ادي فرصه للشوبير خلاص. ما التدويره اللي انتوا عاملينها كويسه حلوه، بس الاخطاء الساذجه اللي بيقع فيها الشناوي بعدم فرد ايديه دي لغز انا مش قادر افهمه بجد والله. وتخيل بقى ان بعد ده كله 10 ايقافات قيد ولعيبه اتسرحت ومش عارف مين، تلاقي الزمالك وافقوا منك. هو الزمالك ده قصه وحدوته بجد والله، قصه وحدوته. اه قصه. ليه بقى؟ هو كل واحد بيراهن على فشل الزمالك وخلاص. الزمالك طلع من الجيم، والزمالك اصبح زيه زي الاسماعيلي، اصبح زيه زي الاتحاد، اصبح زيه زي مش عارف مين، لا في مجلس اداره ولا في لعيبه ولا في هوب. في جماهير، في قاعده جماهيريه حلوه، تدخل الماتش هي مالهاش دعوه، هي بتشجع. الزمالك كسب خسر بتشجع. عجبني والله، ومدين روح ومدين شكل ومدين هويه للنادي، واللعيبه بتاعت الزمالك 10 على 10 بصراحه بتقاتل. كان عاجبني قوي الجون اللي كان هيجي ده، كان هيبقى هدف عالمي للواد كايد ده. ايه الواد ده، الواحده اللي بظهر رجله دي اللي عملها، كان هيبقى اسطوري على مستوى العالم. بس هو ممكن تتحسب له على فكره، يعني ما المشكله دي، يعني المفروض كان الحكم صفر جول والله العظيم بما يرضي الله، يعني حتى لو جت في العارضه وطلعت بره. الزمالك حلو بصراحه، يعني النهارده هيقابل كهرباء الاسماعيليه، هتشوف عجب العجاب في الماتش ده. وهتلاقوا عجب العجاب بقى ان هو ايه، تخطى الترتيب، عدى النادي الاهلي. بيراميدز، سيراميكا، بنك اهلي، انا شايف ان الدنيا رايحه لهم على حساب الفرق الشعبيه. اتحاد، اسماعيلي، محله، مصري، ظهور الانديه الاستثماريه هيعمل فارق في الدوري المصري. مدير فني عالمي اسمه علي ماهر عامل حاله في الدوري المصري. ايمن الرمادي عامل حاله في الدوري المصري. المديرين فنيين مصريين
وممتازين، وفارقين مع انديه يعني. حسام حسن احنا منتظرين طبعا قصه كاس العالم، وهنشوف الدنيا رايحه فين وبتاع والكلام ده، بس على الاقل طالما بصينا لحسام حسن ومدين له الفرصه، بصوا بقى للي وراه، بصوا للي وراه، بحيث ان دوت جاله ما قدرش ان هو يحقق، في ورا منه في علي ماهر، في ايمن الرمادي، الاثنين دول عاملين شغل مميز في الدوري المصري. علي ماهر انا اتمنى بجد، بعيد بقى عن اهلاويتي وبعيد عن اي حاجه، ان سيراميكا تعمل حاجه في الدوري ده عشان خاطر علي ماهر بامانه. وبعدين كل الفرق اللي اتسرحت بقى من اهلي ومن زمالك وبيراميدز وبتاع الكلام ده، هو راحت للفرق دي. يعني ال القوام الاساسي بتاع سيراميكا هتلاقيه اهلي، القوام الاساسي بتاع البنك الاهلي زي زمالك. واد مصطفى شلبي بقى الولا كان تحتفل ولا بالقوس والسهم ولا هو عمل امبارح كان شغال كريستيانو في نفسه، ويروح وميسي راح وميسي جه، عمل ماتش هايل امبارح مصطفى شلبي، اكثر من لاعب زملكاوي امبارح قدم عظمه، محمد ابراهيم وعنتر ومدبولي وزكي جمعه مين زكي جمعه. عاملين شغل بجد. امبارح كنت تحس ان الزمالك بيقابل الاهلي بمنظور مخالف، تمام. سيراميكا لما بيقابل الاهلي تحس ان الاهلي بيلاعب نفسه، سيراميكا بيلاعب الزمالك بتحس ان اهلي وزمالك هم اللي بيلعبوا. الدنيا بتتطور، الدنيا بتتغير، الاهلي مش احسن حاجه، الزمالك كويس وماسك نفسه كويس جدا. ناصر ماهر داخل بيراميدز، عمل حاله في بيراميدز وشايفه هيتالق وهيتعملق وهيقدر يدي بيراميدز بشكل مميز. الاهلي لازم يعيد حساباته، خلاص شيل امام عاشور وشيله من الحسبان، لو انت خلاص الجماهير غضبت عليه، تمام، ورتب بقى اوراقك. انا كل شويه بقول للاهلي عشان انا بجد صعبان عليا النادي الاهلي، المصاريف اللي بتتصرف وعلى الفاضي، هي على الفاضي. اسمه ايه الولد المهاجم؟ كمويش كمويش، راجع نفسك يا كمويش، ماشي، راجع نفسك، ما تبصش لشيكوبانزا، شيكوبانزا مش هينفعك، انا بقول لك اهو، راعي الله واتقي الله، وكرة زي اللي جت دي وقفها يا عم، يا عم وقفها، مش لازم تبين لنا الاحترافيه والحرفيه، بتشوطها فين؟ جايب صفقات تهم، يعني برغم ان عنده تقايل وحمل في كل مركز، لا بيدعم زياده، جايب فخوري وجايب ناصر ماهر وجايب ده جايب مين كمان؟ جايب لعيبه كتير، لعيبه كتير ومدعمه في كل المراكز. بيراميدز عنده الاستعداد التام ان هو يظهر في الكيان الافريقي، في البطوله الافريقيه، هيبقى له، هو الماتش اللي فات كسب 3 تقريبا، كسب 3، يعني عنده الامكانيه ان هو يطلع وبمنتهى الاريحيه كده، يعني بجد يوصل للنهائي السنه دي بصوره طبيعيه. الفرق الافريقيه مش في حالتها عشان تبقوا فاهمين، يعني الظهور الامثل هيبقى لاهلي وبيراميدز، دول اللي هيقدروا يظهروا في البطوله الافريقيه وهيبقى لهم كلمه في النهائي ده اكيد مليون المية. فانا شايف ان بيراميدز، لا خلي بالك دلوقتي بيراميدز بقت مطمع للعيبه اكتر من اهلي وزمالك، وعندهم ميزه خطيره جدا، ما عندهمش ضغط جماهيري، يعني اللاعب بيدخل اهلي وزمالك هو مضغوط جماهيري، انما بيراميدز ده بيدخل ياخد فلوس، بياخد شهره، ودخل افريقي وخد بطوله، تمام، وفي الاخر مفيش ضغط عليه.
سبل النجاح كلها متوفره جوه بيراميدز. فعلى الاهلي ان هو يتدارك الموقف ده، على الزمالك ان هو يتدارك لان في الاول وفي الاخر الكره المصريه اهلي وزمالك، ما ينفعش حد تالت يدخل في النص. يا جماعه الكره المصريه اهلي وزمالك، غير كده ما تكلمنيش. دي قناعاتي وقناعات الكل. فلازم تصحيح الاوضاع. اللهم بلغت، اللهم بلغت. اسمه ايه يا ابني مهاجم كمويش.